الكاتب الكردي خليل خلف، قصيدته لكردستان إهداء لنازلي علي مالفا. مع أزيز الطائرات والقذائف والبراميل المدوية، مع صرخة طفل أصابته رصاصة قاتلة، تحترق عفرين، تحترق كوباني ومهابات وكرمنشاه وأرمية وأيلم وأربيل وآمد ومردين، مع نيني امرأة تودع الحياة رغم استنكار الشعوب والعالم، تتمزق بقايا عفرين، ترتفع صرخة الزمن القاسي مع صرخة حمو ورمو وحسو، حامية عفرين، والثاني أجلان والثالث برزان والرابع مجهول، تحترق عفرين. حبيبتي الحبلى تحلم بشير شبلها لتسميه كوباني عفرين، مهباد كرمنشاه أرميا هولير، تقرأ عن هيروشيما، عن شرنوبل وحلبشة وشنغال وعفرين، وتنزف الدموع، تنزف الدموع حبيبتي الحبلى. مشاويرها الليلية أصبحت في الوديان، رائحة عطورها أصبحت البارود والدخان، أصبحت رائحة عطورها البارود والدخان. صامدة هي خجة، وجعلت من الصخرة وسادتها، ولكنها مصرة على دهر الغراس الهمجي، مصرة على دهر الغزاة الهمجي. ما زال كردستان تحترق. هؤلاء القتلة لا يفهمون إلا لغة القتل والذبح الموروث من أسلافهم، يريدون رأس كردستان من عفرين وكوباني وقامشلو وأربيل وآمد وكرمنشاه ومهابات وهولير وكركوك. عروس الشرق منبع الحضارات، هواء نقي وماء فرح وماء فراح، الجمال الفتان وسحر الله يهربون من عفونة وغبار صحرائهم، يلوثون كالكلاب المسعورة المدنية للحرية. أقول لكم يا دكتاتوريات المغترسة وبعض أصوات النشاذ العربوية، أقول لكم جهرا وجهارا، ليلة الغدر في عفرين، في مهبات، في كرمنشاه، في كوباني، في قامشلي، وفي كركوك وهولير. إهداء إلى كل فنان، سميح شقير والشيخ إمام وأحمد كعبور ومارسيل خليفة وشيفان. إهداء إلى كل أم، إلى كل أب، إلى كل شقيق استشهد ابنه شقيقته، فهم في قلوب الكرد خالدين. شهيد نمر، فلتزرف دموع الأمهات مع ذكر أسماء الشهداء. أساطير العصر، أساطير قرن 21، مع صرخات حمو وجلان تحت التعذيب الهمجي، وهو يشتم بالكردية، فانا كوچكن فاشيان ما إعدام دكن،
ولن يبوح عن موقع المستودعات ومكان الرفاق واسم الرفاق مع صمود سيامند وهو حي ميت أثر الشظايا التهمت جسده تنحني له المعابد وتبكي السماء مع صرخة طفل ينادي أمه وهو يرتجف أنا يادي داي فانا مروان دكوجن فانا مروف دكوجن فلتصل كل البطولات كل الجروح كل الضحايا من ليلة الغدر إلى الشباب الكردي اليوم إلى الأجيال القادمة إلى كف الكردي إلى التاريخ إلى الخلود فليكن فارقونا جسدا فارقتون جسدا فالبطولات تمضي أبدا نعاهدكم عهد الرجال عهد بشمركة وهبالا لحطتنا بعيدة أم قريبة لا ريب آتية أنا وآتية في حينها ستقوم القيامة ستنادي أم الكرد أولاد الشهداء ستنادي يا ابن برزان يا أوجلانة يا ابن صلاح الدين ستنادي أولادها الشهداء في عفرين وفي سوريا وفي إيران وفي تركيا وفي كركوك ليحتفلوا معنا بعيد النصر وسنغني نشيدنا الكردستاني أي رقيب هر ونزينها بصورنا الخالدين ونبشرهم بانتصاراتنا من قاضي محمد وشكرا.